السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هشرح لسب مهم جدا. اللسب ده مسؤول ان هو بيعمل شوب دروينج سريع جدا، بطريقه سريعه جدا للقواعد وفي للاعمده للكاميرات. احنا هنبدا بالقواعد باذن الله. طيب، قبل بس ما نبدا في اللسب لازم يكون الملف عندنا متسمي بالانجليزي. لو متسمي بالعربي اللسب مش هيكون شغال معانا. تاني حاجه لازم نكون مظبطين اليونتس في الملف. طيب، نظبط اليونتس ازاي؟ نكتب كده من الكيبورد يو ان انتر. لازم اليونتس تكون ايه؟ بالمتر، فاحنا هنختار وحدة مين؟ المتر. اوكي. طيب، تاني حاجة، احنا قلنا خلاص الملف متسمي بالانجليزي وظبطنا الوحدات بالمتر. بعد كده بنعمل ايه؟ بنحمل بقى اللسب. ان شاء الله انا هسيب لكم اللسب ده في الديسكريبشن، تقدروا تنزلوه. طيب، اللسب بنحمله ازاي؟ بنكتب من الكيبورد A B B. في حاجه اسمها ظهرت اهي ابلكيشن لود، هنضغط عليها. بنروح للمكان اللي احنا منزلين فيه اللسب. يعني انتوا هتنزلوه باذن الله اللسب على الجهاز عندكم، هتعينوه في مكان في الجهاز. فاحنا لما بنعمل كده نروح ايه؟ نشوف انت يعني نزلتوا اللسب ده فين في الجهاز عندكم، ونضغط عليه نشوف المسار بتاعه فين ونروح نفتحه يعني. فانا هنا ايه؟ كنت عاملاه هنا على الديسك توب. فانا الليسب اسمه ايه؟ استراكشر. تمام، استراكشر. هضغط عليه كده واعمل لود. تمام. لازم تحت يكتب ايه؟ successfully loaded، يعني التحميل تم بنجاح. لازم يكتب كده. ونعمل ايه بعد كده؟ كلوز. تمام. طيب، احنا عايزين بقى نعمل سوري، يعني عايزين نعمل القواعد. هنعملها ازاي؟ الامر اختصاره فوت، FOOT، ظاهره تحت. طيب، بنقول ايه اول حاجه؟ احنا عايزين دايما لما في الاثبات لما نيجي نستخدمها نمشي على الكلام اللي بنكتب تحت في الكوماند بار. فهنا بيقول ايه؟ insertion point، يعني هو عايز نختار النقطه اللي احنا هنبدا فيها القواعد. اختار اي نقطه في الشاشه. طيب، فوت بيز ويدث، يعني عايز ايه؟ عرض القاعده. خلي بالنا ان احنا مظبطين الوحدات بالمتر، فهنكتب عرض القاعده بالمتر. فكده هنكتب مثلا ايه؟ هفرض ان عرض القاعده 2.4. تمام. فود سايد هايت اللي هو الاتجاه التاني بتاع القعده كام؟ مثلا هقول ان هو كام؟ 2.6. الفود سيكنس، السيكنس بتاع القعده، سمك القعده. سمك القعده كام؟ نقول مثلا ان سمك القعده هيبقى 6. تمام. ونقوم جايين مشغلين الاف 8 عشان نشغل القرص معانا. تمام. بعد كده بيقول ايه؟ كولم بيز ويدث، يعني ايه؟ عرض العمود. عرض العمود اللي هو ايه؟ هيبقى في اتجاه العرض اللي هو بتاع القاعده اللي احنا كنا عاملينه في الاول. احنا كنا عاملين العرض اللي هو 2 و4، فمثلا نقول ان عرض العمود هيبقى كام؟ 6. طيب، الكولم سايد هايت اللي هو الاتجاه التاني بتاع العمود هيبقى بعده كام؟ نقول مثلا العمود هيبقى 25. تمام. الكولم نمبر اوف بار. الكولم نمبر اوف بار دي يعني ايه؟ يعني الاجمالي الاسياخ اللي موجوده في العمود. طبعا الكلام ده كله احنا بنبقى مطلعينه من التصميم. فانا هقول ان العمود ده هيتسلح ب 12 سيخ. نمبر اوف لايرز، يعني ايه نمبر اوف لايرز؟ توزيعه الاسياخ الحديد دي، الحديد في العمود. فهتتوزع على كام طبقه؟ يعني ايه كام طبقه؟ هنفهم. يعني هي المفروض ان احنا عندنا عرض العمود انا مدخلاه 250، اللي هو 25 سنتي. فالحديد هيترص على ايه؟ في الطبقه اللي هي في السكنس من تحت ومن فوق، فهيتعمل على طبقتين. تمام. القلم بار دايمتر، قطر الاسياخ المستخدمه في العمود، هنستخدم قطر 16. هو هنا بيقول نكتب الايه؟ القطر بالملي ب 16. تمام. هنا النمبر اوف بار ان هوريزونتال دايركشن، اللي هو يعني ايه؟ عدد الاسياخ في القاعده في الاتجاه اللي هو الويتس، اللي هو الاتجاه الاولاني، التوتال العدد الاجمالي. فاحنا بنعمل ايه؟ الاجمالي مثلا اقول ان هو 12. تمام. نعمل انتر. بعد كده عملت انتر. البار دايمتر هنستخدم الحديد القواعد 12 ملي. تمام. الحديد في الاتجاه التاني الاجمالي بتاعه كام؟ مثلا هقول ان هو 13 سيخ. البار دايمتر كام؟ 12 ملي. الفوت نيم هسمي القاعدة دي مثلا هسميها F1 واعمل انتر. تمام. هلاقي كده لو انا عملت زوم او نعمل من الكيبورد زد انتر اي انتر ونضغط اوكي. ايه اللي حصل؟ هنلاقيه رسم
القواعد بالدايمنشن بتاعها، رسم البلان والكروس سيكشن بتاع القواعد بطريقه سريعه جدا. طيب لو جينا زومنا بقى كده، احنا كنا عاملين عرض القاعده اللي هي الرينفورسد كونكريت 2.4. طيب وهنا كنا عاملينها 2.6، مظبوط. العمود كنا عاملينه 6 في 25 سنتي. طيب لو انتوا فاكرين كان بيقول نختار كام لاير للاسياخ، فهنا ايه احنا كنا مختارين 2 لايرز، فكده رص الحديد على صفين، اللي هو الصف الاولاني الصف التاني، ده مقصود بعدد اللايرز. وكان اجمالي الاسياخ اللي احنا مستخدمينها في العمود 12 سيخ. طيب لو طلعنا فوق كده هنلاقي عمل الكروس سيكشن وعمل الدايمنشن وعمل الابعاد. طيب هنا بقى كده لو احنا عايزين كاتب الستايل بتاع الاسياخ مثلا 13 واي 12، لو احنا عايزين نستبدل كلمة واي دي بكلمة فاي نعمل ايه؟ في امر في الاوتوكاد العادي بقى اسمه في امر فايند FIND، نعمل انتر. احنا عايزين ان كل حاجة مكتوبة بالواي نكتب كده فايند، عايزين نقول ان هو يعمل سيرش على الواي ويستبدلها بكلمة فاي. الفاي اللي هي لو احنا عايزين نكتبها في الكاد بنكتبها ازاي؟ نكتب من شيفت ونعمل رقم 5 اللي هي في المية، ونعمل تاني نكررها في المية وحرف السي، تمام، ونعمل replace all. بيقول ان في 8 ماتش، 8 حرف الواي هيستبدلهم باللي هي مين في المية سي اللي هي الفاي. نعمل اوكي replace all، اوكي done. لو جينا زومنا هتلاقي ايه استبدل اهو الواي بكلمة الفاي. ده كده لشكل الاخراج يعني. طيب هو كده عمل ايه شوب دروينج للقواعد بطريقه سريعه. لو احنا عايزين نعمل حصر بقى للحديد المستخدم في القواعد، عشان هو هنا نخلي بالنا ان هو مسمي ايه القاعده F1 زي ما احنا كنا عاملينها وراسم بسكيل 1:20، ونخلي بالنا ان هو ايه برضو الابعاد مش عاملها بالمتر. فاحنا لو عايزين يعني لو جينا دلوقتي مثلا عملنا دايمنشن كده دي اي او ديستانس وقسنا طول السيخ من هنا لهنا انتر، هنلاقي ان الاكس الواي ب 12.2، مع ان انا عامله ايه الطول المفروض 2.6، فالابعاد مش متظبطه. هو عاملها بسكيل وعاملها بابعاد السنتي. فاحنا لو عايزين نظبط في امر اسمه الاين في الاوتوكاد. يعني ايه الامر الاين؟ احنا عندنا عرض القاعده عاملينها كام 2.4، فهرسم كده خط 2.4 ونعمل انتر، تمام. بعد كده نشغل امر الاين. لو انا مثلا خدت كوبي كده من الرسمه دي عشان ما تبص معايا، نعمل الاين اختصاره ايه ال انتر. بعد كده نقوم جايين عاملين سيلكت على الرسمه كلها انتر. هنروح نمسك اول خط، نخلي بالنا ان البوينت والحاجات دي مش متظبطه، فبننزل من تحت لو عايزين نظبطها من اوبجكت سناب كنترول كليك يمين عليها كده نعمل ديسبلاي او سيتنج، نختار سيتنج ونعمل سيلكت اول اوكي. تاني نطبق امر الاين تاني ايه ال انتر، نعمل سيلكت على الرسمه كلها وانتر. وبعد كده هنلاقي البوينت ظهرت معايا، نضغط على اول نقطه هنا كده ونقوم جايين ايه مسقطنا على النقطه دي. طيب النقطه التانية بتاع القاعده ونقول ان هي تتسقط على النقطه دي، وبعد كده نعمل انتر. بيقول ان احنا عايزين نظبط السكيل بتاع الرسمه دي على اللاين ده، هنقول يس، تمام. لو جينا بقى ظبطنا كده قسنا الدايمنشن هنلاقيه ظبط معانا دي اي انتر، وقسنا طول السيخ من هنا هنلاقيه كام 2.25. اللي هو مثلا لو احنا عايزين نظبط تاني دي اي انتر عشان نقيس المسافه من النقطه دي للنقطه دي هنلاقي كام الاكس ب2.4. طيب لو احنا كملنا بقى وعايزين نعمل حصر للحديد القاعده دي نعملها ازاي؟ قلنا ان احنا ممكن نستفاد من اضافه الواي كيو ارش في الاوتوكاد اللي احنا كنا شرحناها قبل كده. طيب هنعمل كده ازاي؟ بنقوم جايين كده على السيخ وعاملين ضاغطين بي ار انتر، تمام. الا لو نزلنا تحت كده في الجيومتري اخر حاجه نلاقي في حاجه اسمها اللينس ده اللي هو ايه اجمالي طول السيخ. طيب لو جبنا الآلة الحاسبة وعملنا طول السيخ طالع 3 في عدد الأسياخ كام في الاتجاه ده كام 12، يبقى احنا عايزين 36 سيخ في الاتجاه ده. طيب السيخ التاني طوله كام 3.2، 3.2 هنضربه في كام في 13، يبقى احنا عايزين 41 سيخ 42 سيخ في الاتجاه ده زائد 36، يبقى اجمالي عدد السيخ المستخدمه في القاعده دي كام 77 و6 يعني كام 78. هنروح بقى على اضافه الواي كيو ارش زد
الامر اختصاره ZL انتر. هنختار سلندر. تمام. النص قطر السيخ اللي احنا مستخدمينه بتاع القاعده كام؟ القطر بتاعه كان 12 ملي، نص القطر بتاعه يبقى 6 ملي. الدنستي الكثافه بتاع الحديد ب7 علامه 8.5 بالطن على المتر المكعب. الهايت هنكتب فيه عدد الاسياخ الاجمالي اللي احنا كنا حاسبينها اللي هي كام؟ 78. بس نخلي بالنا ان احنا هنحولها للمليمتر، يعني هنضرب في 1000. هنحط هنا كام؟ 3 اصفار. تمام. اللي هيحصل هيبقى كالكوليت ويت، عدد الاجمالي للسياخ اللي احنا محتاجينها في القاعده دي هيبقى سوري، الوزن الاجمالي هيبقى محتاجين 70 كيلو جرام. هنقوم جايين عاملين رايت كده في اي مكان، هيطلع لنا الفوليوم والوزن بتاع الحديد اللي احنا عايزينه في القاعده ده. ماشي. شكرا.